سلام غالياتي، واش راكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. كما راكم تشوفوا في الصور راح ندير لكم اليوم سفنج بالفارينه، بزاف هايل بزاف خفيف وبزاف سهل فالخدمه تاعو، واي وحده راح تقدر تخدمو بسهوله برك تتبع الخطوات. هنا نجيبوا البنات ملعقه كبيره تاع السكر، انا ما عنديش السكر حبيبات استعملت هذا. ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، تكون ملعقه معمره مليح، خصوصا الا درتوه في فصل الشتاء. فصل الصيف تقدروا تنقصوا شويه، بصح فصل الشتاء لازم الملعقه تكون معمره مليح باش يطلع لك تري بيان وما يعذبكش، فوالا ما يجيكش معجن من الداخل. نجيبوا يا البنات زوج كيسان تاع 240 مليلتر من الماء الدافئ ونحطوهم فوق الخليط تاعنا ونخلطوا كلش مع بعض باش يذوب لنا هذاك السكر ويتفاعلوا جميع المكونات مع بعضها. ونبدا نجيب نحط الفارينه بنفس الكيله اللي بديتوا بها يا البنات تكملوا بها. حطينا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني ونخلط بالفوي فقط، نخلط مليح 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 مليح. فوالا نخليوه يا البنات هكذايا، نحطوه نغطيو عليه مليح ونخليوه يتفاعل. بعد ما نرجعوا ليه ونلقاوه دار لنا هادو الفقاعات يا البنات كما راكم تشوفوا، نجيو لهنا نكملوا الطريقه، نكملوا بالفارينه. كما راكم على بالكم البنات بلي حنا ما حطيناش الملح. فوالا جبت كاس تاع الفارينه وحطيت ملعقه كبيره تاع الملح، حطيتها في الفارينه وزدت حطيته في الخليط. هذا يعتبر تما الكاس الثالث وهذا الكاس الرابع. نحطه بالتدريج ونبدا نخلط. هنا نستعملوا اليد لانه الفوي راح تجيه ثقيله اصلا، وثانيت باش نبداو نخبطوه. شوفوا البنات كيفاش نديرو، نحطو بالتدريج ونخبطو من التحت. هذه هي العجينه، طريقه العجين تاعو باش يجينا خفيف من الداخل. نخبطوه من التحت هكذا كما راكم تشوفوا. كملت الكاس الرابع تاعي. فوالا شوفوا تقريبا يا البنات، ونزيدو نقطعوا عليه ونخليوه تقريبا يا البنات كما قلت لكم يجيكم واحد 4 كيسان تاع الفارينه او 4 كيسان ونص على حساب الفارينه تاعنا اذا تشرب ولا لا. كي حطينا هنايا البنات خمرنا نحيوه ونكسروا له الخمور بنفس الطريقه كما قلت لكم في المره الاولى. نخبطوه هكذا فقط. شوف اذا بان لكم البنات جاري بزاف زيدوا له نص كاس فارينه، قادر يجيكم 4 كيسان ونص. ما لازمكمش تيبسوه ثاني سينو راح يجيكم ثقيل. فوالا ها كيما تشوفوا في القوام تاعو في الصوره. فوالا لهنايا نزيدو نعاودو نغطيوه يا البنات ونزيدو نعاودو نخليوه يزيد يخمر. ما راحش يطول لكم، ماكسيموم 20 دقيقه تلقاوه زاد اطلع لكم. شوفوا كيفاش كانوا كيفاش ولا الطبق تاعي ولا الصحن تاعي كامل معمر. هنا جيب الزيت البنات، تستعين بالزيت، ما تقدرش تستعملي تديري هكذا، ديريه نورمال كيما ديروا السفنج عادي. نديروا كويرات. شوفوا الفقاعات اللي دايرنا تعرفوه باللي راهو ناجح. ندير هكذا كرات حسب الحجم تاع الحبات اللي حابه نتيا، اذا كان تحبيه كبير ولا تحبيه اصغر عادي. فوالا ونروحو لهنا نكونوا حطينا زيت. الزيت يا البنات شوفوا كاين اللي يديروا هذيك تاع العفسه تاع يديروا مقله فيها زيت قليل ومن بعد زيت ترجعوا للزيت القاويه. انا لا حطيت نار متوسطه، حطيت الزيت ما كثرتش بزاف وكما راكم تشوفوا. وما نرميوش الزيت على الفطاير تاعنا ولا السفنج تاعنا، نحطوه ونخليوه جيست هكذا ندوروه من جهه لجهه فقط، ما نرميوش عليه الزيت. كما راكم تشوفوا كيفاش تنفخ لي ما شاء الله.
شفتوا يا البنات ما نسحقوا لا 2 مقالي لا 3 مقالي، مقله وحده تكفي. فوالا ونقلبوه. تحبوه ديروه صفار احمر اللون اللي تحبوه نتوما، هذيك ترجع ليكم. شفتوا النار البنات تكون متوسطه، نخليوه يسخن ونحطوا السفنج تاعنا. فوالا نكمل بقيه الحبات البنات. هاهمليك الحبات تاعي. هكذا كي تكون المقله تاعك كبيره تقدري ديري 2 ب3 ضربه وحده يا البنات، ما تعذبش. شوفوا البنات كيفاش يتنفخوا معانا. وريت لكم من جهه واحده اخرى، شوفوا الحبه كيفاش تنفخ معانا ما شاء الله. ما نحتاجوش نديروا 2 مقالي ولا مقله واحده وتجينا ما شاء الله طب روعه يا البنات. شوفوا كيفاش يجينا خفيف هشوش هايل. دوكا نوري لكم في النهايه كيفاش تسمعوا القرمشه وتسمعوا تشوفوا الداخل كيفاش يجي خفيف وماشي معجن ومثقب الداخل. فوالا فوالا غالياتي، كانت هذه هي النتيجه تاع السفنج تاعنا. شوفوا كيفاش جانا ما شاء الله، جانا بزاف بزاف هايل. تعطيكم البنات انا الحبات تاعي درتهم صافا شويه كبار، عطاتني كميه لا باس بها. عندي من 2 تاع صحان لهنايا. دوكا لهنايا نخليكم البنات تسمعوا الصوت تاع القرمشه تاع السفنج تاعي. ديروه في الدار واكيد راح ينجح لكم. سمعوا مليح. وانا غالياتي كما شفتوا جانا بزاف خفيف بزاف هايل، ماشي ما فيش الزيت لداخل هشوش يقرمش هايل. وصلنا لنهايه الفيديو غالياتي. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا اعجاب واشتراك في القناه. تهلاو في رواحتكم ومع السلامه.